يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني كتير جدا وعارفه ان انا قصرت معاكم كتير. بس النهارده جايه لكم بوصفه جامده جدا لاحلى طاجن عكاوي بالبطاطس. خصوصا طبعا كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى قرب. وبصراحه كده العكاوي من اجمل الوصفات اللي ناس كتير بتحبها. جربوه بالوصفه دي ان شاء الله هتدمنوه، وبألف هنا وشفا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا بينا على طول نبدأ الوصفه. في حلة على النار أو في صينية، المتوفر عندنا مفيش أي مشكلة. هنجيب معلقة كبيرة كده حلوة من السمنة البلدي، لو مش متوفر ممكن زبدة، ممكن المتاح عندنا مفيش أي مشكلة. أنا ضفت عليها كمان معلقة من الزيت علشان خاطر العكاوي ما تتحرقش مني وأنا بحمرها. وأنا بحبذ جدا طريقة إن احنا نشوح العكاوي في السمنة كده في الأول علشان نقفل المسام بتاعتها، وفي نفس الوقت بنديها لون حلو جدا، بتاخد لون الذهبي الحلو ده بيبقى حلو جدا بعد التسوية. هنضيف كل العكاوي زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنضيف مجموعة البهارات الحلوة اللي قدامنا دي. معانا ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، ورق لوري، وحبهان، وكبابة صيني. وكمان لو عندنا جوز الطيب ممكن ندي رشة بسيطة، تدي ريحة وطعم حلو جدا. جربوا كمان التكاية دي بقى، هتفرق معاكم جدا في الطعم والريحة، مش ممكن خطيرة. هنجيب فلفلاية حامية ومعاها فصين 3 من الثوم، ونفرمهم كلهم مع بعض كده، هندقهم بشكل بسيط. وبعد كده هنضيفهم على العكاوي، ونديها تشويحة مع بعض لغاية ما كلها تاخد اللون اللي احنا عايزينه. هنقلبها طبعا على كل الجهات زي ما احنا شايفين. عايزة اقول لكم بجد الريحة كانت وهم وخطيرة جدا. لازم تجربوها بالتكاية دي، هتعجبكم قوي. طبعا النار في الاول كانت عالية، بعد كده على نار متوسطة عشان ما تتحرقش مننا، ولازم يا جماعة نتأكد انها خدت لون من كل الجهات. الخطوة اللي جاية دي بقى اعملوها على ضمانتي، ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتدعولي. انا هاخد العكاوي اللي خلاص اتشوحت وهنقلها في حلة تانية، وهحتفظ بالحلة اللي انا شوحت فيها العكاوي. هنحط الحلة اللي حطينا فيها العكاوي على النار، وهننزل عليها بمية مغلية، او انا بصراحة كان عندي شوربة اوريدي في الفريزر، فغليتها كويس جدا وقمت نازلة على العكاوي، ادتني طعم حلو جدا. لو مش متوفر هننزل بمية مغلية، اوعوا تنزلوا بمية باردة، لازم تكون مية سخنة. يعني زي ما احنا شايفين انا غطيت العكاوي بالشوربة او بالمية المتاحة معايا. تمام. وهنسيبها يا دوبك تاخد غلوتين كده، ونغطي عليها ونسيبها على نار متوسطة لمدة حوالي نص ساعة، تاخد وتدي كده مع نفسها. وهنكون مجهزين حوالي كيلو الا ربع من عصير الطماطم. يفضل يكون عصير طماطم، ما يبقاش صلصة جاهزة يا جماعة، لأن بتديها طعم مختلف تماما. هنضيف عصير الطماطم، وبعد كده هنقلبها كويس ونسيبها برضو تاخد حوالي ربع ساعة تاني مع بعضها. هنغطيها ونسيبها تستوي براحتها، وهنرجع تاني للحلة اللي شوحنا فيها العكاوي. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. احبس بس ان احنا نشيل منها ورق اللورة والحبهان علشان ما يدخلوش في الطاجن، وممكن حد ياكلهم بيبقى طعمهم مش الطف حاجة. وبعد كده هننزل في نفس الحلة اللي احنا مشوحين فيها العكاوي. هنكون مجهزين قطع من البصل. انا معايا بصراحة طاجن العكاوي بيحب البصل يا جماعة، كل ما تديله البصل بيبقى حلو جدا. انا قطعت حوالي 3 بصلات كبار بالشكل ده، باي تقطيع عشوائي زي ما احنا شايفين. وهنبتدي ان احنا نشوحهم في نفس الحلة، بياخدوا طعم وريحة حلوة جدا. انا بحبذ ان احنا نشوحهم، ما نحطهمش نيين. وممكن برضو دلوقتي نضيف فصين 3 من الثوم المفروم، بيدوا تيست عالي جدا لريحة وطعم البصل. لكن لو الناس اللي مش بتحب الثوم كتير في الأكل، خلاص مفيش أي مشكلة. ولما البصل يدبل هننزل عليه بالبطاطس. أنا معايا حبايتين كبار من البطاطس، قشرتهم وطبعا مغسولين كويس جدا، وقطعتهم مكعبات أو صوابع زي ما تحبوا أو دواير اللي انتوا حابينه. في ناس طبعا ما بتحبش تضيف البطاطس، لكن بجد هيفوتكم كتير لو ما ضفتوش البطاطس على طاجن العكاوي. بجد وهم. هنبدأ إن إحنا نقلب زي ما إحنا شايفين البطاطس مع البصل، ويحبذ برضو إن أنا نضيف شوية ملح وفلفل علشان خاطر برضو الحياء بتاعنا يبقى واصل للبطاطس والبصل قبل ما ننزل عليه بالطاجن. طبعا مش قادرة اوصف لكم جمال الريحة اللي طالعة من البطاطس والبصل بعد ما اتشوحت يعني في السمنة اللي كانت متشوحة اصلا فيها العكاوي. وكده تمام، البطاطس والبصل جاهزين معانا وحيائهم مظبوط، وكمان العكاوي بنراجع حيائها مرة تانية لو محتاجة رشة ملح او فلفل اسود بنضيف. هي كمان وصلت لمرحلة 90% تقريبا من سواها. وهنبدأ اننا نرص الطاجن بتاعنا ونزقه في الفرن. هنجيب الصينية بتاعتنا أو الطاجن اللي هنرص فيه. أنا متاح معايا طاجن بايركس، بس يا سلام بقى لو عندنا طاجن الفخار بيبقى رائع جدا. هنحط من تحت نص البطاطس والبصل، وبعد كده هننزل بالعكاوي بالصلصة بتاعتها بكل حاجة. وبعد كده هنكمل من فوق باقي كمية البطاطس والبصل اللي معانا.
وبعد كده هنغطيه بورق فويل وهندخله في الفرن لمدة حوالي ساعة. انا خليته اول ساعة الا ربع متغطي، وبعد كده كشفته اخر ربع ساعة علشان ياخد وش التحمير ده اللي احنا شايفينه. عايزة اقول لكم كانت الريحة والطعم اكتر من رهيبة وجميلة جدا في منتهى الجمال. طبعا يحبذ جنب الطاجن القمر ده نعمل رز ابيض، لكن انا عملت رز بالشعريه عشان عندي بيحبوه اكتر. مفيش مشكله طبعا، اعملوا اللي انتوا بتحبوه، ويا سلام لو جنبه سلطه خضراء بتبقى تحفه جدا. الاكله كانت ممتازه جدا والريحه كانت جباره، والبطاطس واخده من طعم العكاوي، والعكاوي كانت مستويه ومزبده جدا في الاكل، حتى البطاطس كمان. وكل حاجه احيائها كانت مظبوط وكلها جميله جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش تقولوا لي ارائكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.